السابق الجاي من متعب العرجاني. متعب العرجاني مدير أجنبي ضد السعودة. مدير أجنبي ضد السعودة. متعب العرجاني تفضل. تفضل يا متعب. نشوف متعب. جاهزوا. متعب نادينا عليك يا الحبيب. وصل الحفاي صح. حطها في النص. خلاص حطها في النص الطاولة. هي شو طاولة من قدام غطى دشاش اللي عندك. اركب اجمع يا واحد اجمع. شيلوا يلا روحوا. ايه ايوه مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عمرك يا مرحبا. يا استاذ عاوز اقول لك حاجه بس. ايوه خجلان منك بس. ايه شو بدك؟ بطيت عندي شو بدك؟ هيك ما بدنا. ايه الراتب شويه مش مظبوط. ايه الراتب مظبوط الراتب والله. مالك يا شو استاذ؟ بدنا هيك بدنا يا مصطفى. ما ينفعش كده لو سمحت. والله العظيم يا مصطفى. انا انسان بتعب. ايه يا استاذ فادي بس ايه ده لو سمحت ايه ده يعني عشان الصحفي يعني شماخ وده ايه الشماخ يا ابني يا حبيب قلبي يا اخي احنا ببلد السعودة بالسعودية يعني بدنا السعودة يعني عشان الناس بيقولوا الشركة اسمها يعني حلوة. اكيد شو بدنا؟ اكيد بس كمان اقول لك حاجة. الواد سعود ده. مين؟ الواد سعود. السعودي. ايوه السعودي اللي هنا شغله مش مظبوط قوي جدا. شو بو؟ ما يشتغلش كويس وبينام كتير وكده. خليه يشتغل كتير. ما عنده مشكلات. اهو جه. ايه التأخير ده يا واد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جبت الأولاد مدرسة؟ وديتهم. جبت الأغراض المدام؟ خلصت. والفواتير؟ كلها دفعتها. ما شاء الله. ايه هذا؟ هذه الأغراض. دي الأغراض؟ أنا موصي على أغراض. ما شاء الله ما شاء الله. ولونه أخضر ايه؟ انت قلت لي جيب الأخضر. يا مصطفى ارجع حبيب قلبي ارجع. يا حبيبي روح الشركة الثانية جيب الأوراق الثانية بسرعة. ما يصير يا أخي. ايه شوف أنا أبغى كذا 1000 ريال أروح البيت وأضربك على شغل وأوديك أولادك المدرسة وأودي 1000 ريال وزارة العمل بيعطوني أكثر من كذا. ما يصير يا أخي. عنا 1000 ريال بدك حياك الله ما بدك ضب وجهك هيك عنا. ايه خصم يومين يلا. يا أخي مصطفى أنا مدير سكرتير. اضطهاد هذا حرام يا أخي ما يجوز. روح جيب الأوراق من الشركة. روح يلا روح. شوف أنا أقول لك شوف الصحفي وين. يا مرحبا تفضل. جيب الكرسي الجو طلبك طلبك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. عاوز جلسة أرضية ولا أي حاجة احنا. جيب الكرسي تبغى جلسة أرضية أي حاجة احنا مستعدين. ليلة إذا في كرسي ولا عندنا بطاقة أحوال. جيب الطاولة ديك بالزاوية. أيوه بسرعة. لا الثانية ديك الثانية. أيوه ايه بسرعة. يا مرحبا. احنا نحيي الصحافة والصحافة هي ساكنة يعني بدنا هون ايوه تفضل. شكرا. جيب الشاي روح. القهوة. عنا احنا نحب الصحافة والصحافة هي الاعلام اللي انا للناس والصحافة. الله يعطيك العافية. اول شيء صراحة يعني نهنيكم على هالكم الهائل من السعودية والكشوفات يعني تثبت يعني انكم ما شاء الله تستقطبون السعوديين بكثرة يعني. فلماذا الشركة دائما تستقطب السعوديين؟ البني حتى سبحان الله اللون اخضر يعني نحب السعودة اللون اخضر سبحان الله. ما شاء الله تبارك. احنا بدنا السعودية هي رقم واحد. السعودة عنا ما شاء الله. الأخ السعودة ما شاء الله ما تكلم. ايه احنا حبيب قلبي احنا عنا السعودة بالشركة 99% و99 جزء من 100. ما شاء الله تبارك. ايوه مبلغ او اقصد يعني العدد جميل. العدد جميل وقوي ما شاء الله تبارك الله. ايوه احنا اي شاب سعودي بيوظف عندنا عنا وسط على عمرك انا سعودي.
ما شاء الله تبارك الله. هذا سعودي بس امه من جهه ثانيه. ممكن نسأل الداعم يعني وش الشيء اللي يعني دفعك انك تستقطب السعوديين تكون انك اكبر شركة يعني في السعودية؟ حبيبي الوطنية عنا الشاعر بيقول حبي لمملكتي لحن يسلي الله 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 خلاص هي حنا وازيدك من الشعر بيت وبالبيت صند احنا عنا السعودة الله يحفظك السعودة عنا يعني احنا من ايدي السعودة يعني هيك السعودة الله يسلمك عنا هي الساس لنا يعني هي التاج عنا السعودة فاحنا نحيي الشعب السعودي يشتغل معنا بالقطاعات الخاصة. والله هو كمان والله العظيم حاجة كلامه دور والله هو باين صراحة انكم يعني هيك بدنا شو بدنا لا باين صراحة. الله يسلمك. السؤال الاخير ممكن واختم لقائي؟ تفضل. كلمة توجهها لكبار الشركات. انا اقول لهم يعني بيخلوني ادعو عن هون يعني الشركه احنا بتكون هي اساس المنظور اللي بينظر لها من الشركات. وظفوا السعوديين وظفوا السعوديين الله اكبر هيك بدنا. اذا انت تهتف بكلمة وظفوا السعوديين. نعم. يعطيك العافية استاذي. حبيبي شكرا. الصراحة اللقاء معك جميل. ممكن توقع لي بس على اللقاء الله لا يهينك. الله يسلمك ما حضرت امس اللقاء. تفضل. شكرا. اهلا وسهلا حياك الله. مع السلامة. يخرب بيته شو بده ساعه والله حرك والله رعونا. هيا يلا يا مدحت. خلاص تعال يا مصطفى احتمال يكون دي اجمل دخله شفناها يعني في شيء مختلف. جيت الاول مره في واحد يقطع الاكس يمشي من ورانا. الحركه في اشياء ظريفه جدا عملتوها. نعم. انا عندي مشكله في موضوع الكاركتر نفسه فالت اللهجه يعني فهمتها. مرات مصري مرات لبناني هم اهم شيء السعودي. مرات في حين انه السكرتير كان رائع جدا باللهجه ايه ماسه مصريه جابها هو ماسك سيده ما شاء الله. في حاجات كمان عجبتني في موضوع في الكاركتر نفسه غير رغم انه اللهجه فالته بس التأتأة ظابطه يعني انت محافظ على طريقه الكلام من الاول للاخير. الفكرة يعني ليق عليه يعني ممكن في ناس يتحسسوا منها طبعا انا ما سعودي يعني. لكن صراحة الكاركتر ممسوك كويس لولا اللهجة افسدت بعض. نعم اللهجة شوي. ايه وفي شغلات الدخلة تعبئة المسرح هذه كلها من اساسيات موفين فيها يعني. شكرا. هذا اللي اقدر اقوله. حبيبي سلام. يعطيك العافية. الله يعافيك يا خالد. ياسر يعطيك العافية. الله يعافيك. اتمنى ان المشهد اللي بتأديه بعد شوي نفس هذا الاداء عشان ما اجي اقول لك يا ليت المشهد هذاك هو اللي خليتك الله يعطيك العافيه. اول شيء متعب زي ما قال الاستاذ. نعم. حقيقه ان حضورك كان جميل بس كانت عندك مشكله ويبدو ان خبرتك ساعدتك بعد ما تداركت الموضوع. نعم. في البدايه صار عندك فصل شوي الاخرى واحنا طبعا نقدم نموذج سلبي ولكن هناك نماذج إيجابية جدا نتشرف فيها في كل مكان على أساس يكون عندنا معيار حتى في المسرح في النقد. نعم. شيء جميل المسرح يقبل كل شيء تذكر الجانب الإيجابي وأيضا نذكر الجانب السلبي. كنت أتمنى يكون في شيء إيجابي في الموضوع إنه في شخص أيضا من الأخوان المقيمين. نعم. ويكون بشخصية إيجابية على أساس إنه دائما في أي عمل نعمل نوع من الموازنة عشان ما يكون هناك الحضور أو أيا كان يتقبل الموضوع بشكل واضح لأنه أيضا حتى ننتقد في السعودة أو ننتقد حتى في السعودة الوهمية من أصحاب الشركات الكبرى وبعض الشركات اللي يدعون هذه السعودة. موضوع الحركة دائما هي إشكالية المدير المكتب أو المدير الإدارة أو كذا لما يكون في النص يجلس على هذه طبعا تعتبر منطقة مهمة جدا خصوصا في السنتر في الأمام وطبعا بحكم المساحة ضيقة فكان جميل لو أنه أنت كان له تبرير. أنا أتوقع أنه جدا ما تحركت له في الأخير فكانت مبررة وجميلة أنه أنت ساكت لحد ما دخل الصحفي وبالتالي طلعت فكانت مبررة جيدة. عجبني كسر الحاجز الرابع وأيضا عشان نستفيد ليش احنا طلعنا قلت روح جيبها من هنا وشاركت الجمهور معك وهذا يسمى كسر الحاجز الرابع ومنهج خاص لبريخت معروف طبعا. فتشكر عليه يعني بس للإحاطة عشان نتعلم هذا الشيء. حبيبي ذكر العافية. أستاذ ماجد اللطيف. أنا جدا يعني ذكروا النقاط اللي كنت بقول أول شيء يعطيكم العافية. الله يعافيك. ودائما أقول أنا دائما ما أنظر لياسر أنظر لك أنت يا متعب. حبيبي. ياسر ولا أنا أنظر لك أنت يا متعب في المشهد فكل تركيزي بالضبط منصب عليك. حبيبي. أداء جدا ممتاز. تعابير وجه جدا جميلة. أنا شارك الشباب وشارك الأساتذة الآراء والنقاط اللي ينبهونك عليها ما ينتقدونك عليها ينبهونك عليها اللي هي اللهجة ما كانت مضبوطة.
ازيد واضيف على حركه جدا. انا كنت اشوف ما تحركت، كان ودي تلف على السكرتير، انت فاجأتنا انا ما ودي احرق يا سلام عليك. انا بقول لك انت فاجأتنا بعنصر مفاجأة بلبسك. الكاركتر كان جدا حلو، اللبس كان فعلا يدل في النهاية على انك انسان فعلا يعني موظف غير سعودي، او عفوا مدير غير سعودي. حلو. في نفس الوقت كان ودي اعطيت اللي هو شو اسمه أسامة شوي من جسمك، يعني كان بدل لا تطلع لنا مباشرة تلف عليه وتجينا من ورا. لا مو بياسر أسامة. ليش أنا أقول لك الشيء هذا؟ بحيث ما تحس أنا مجرد ما وقفت خلاص عرفت أنك أنت ما وقفت الوقت هذا إلا عندك شيء بالضبط. لكن لو شتت ذهني وجيت من عند أسامة كانت أحلى بالنسبة لي. وجهة نظر يعني ممكن تكون صحيحة. خوفي صار الثقل كله على اليسار، ما جاء على شيء. هذا كان خوفي اللي عشان كذا ما ترى مو على كل حال، مو على كل حال ممثل بعد يعني استاذ خالد ممكن يوصف. مو على كل حال كل مشهد يتطلب انك تمشي. على كذا صار ممشى، هذا مو مسرح. صح كل واحد يمشي ويروح يجي يتعب راسك المشاهد رايح من يسار اخ شيء على غير فائده. لكن انت دورك بالضبط يتطلب انك تكون في السنتر، يتطلب انك حركتك تعابير وجه صدق جدا جميله عجبتني. حركه لغه الجسد كانت جدا حلوه. اعجبني كثير 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 فيك متحب توظيفك لبعض الاشياء الغلط في المشهد. يعني تدارك ممكن يلقى استاذ خالد انها خبره وانا يعني اهنيك عليها. مثلا جلسه الكرسي يوم جابها حطها هنا قلت لا حطها هنا، او يوم وقف قدامك قلت ارجع يا مصطفى. يعني في اشياء جدا عجبتني واتمنى مستقبلا ما تأدي عشان تطلع من الشغل هذا. وكذا مرة الفكرة متماسكة جدا صحيح من اول لاخر. وشيلوا عقاشكم الله يعينكم. اطير معكم. والاخضر حلو بعد. ما كان في المشهد ولا صحيح تفتح حلوة. شكرا لكم شباب. الان